السلام عليكم ياسر. منذ صغره كان يحمل حلما واحدا: أن يصبح بطلا عالميا. إنه تيجاني بستاتي، المقاتل المغربي الذي صعد من الحلبات الهولندية ليصبح أحد أبرز نجوم منظمة الجلوري، قبل أن يفاجئ الجميع بانتقاله إلى عالم الفنون القتالية المختلطة. في هذا الفيديو سنحكي لكم القصة كاملة لمسيرته منذ بدايته الأولى إلى تحوله الكبير. ولد تيجاني بستاتي سنة 1997 في هولندا من أصول مغربية. بدأ ممارسة الكيك بوكسينج في سن مبكرة، حيث جذب الأنظار بموهبته وسرعته العالية ودقته في الضربات. في سن المراهقة بدأ يشارك في البطولات المحلية، وسرعان ما لاحظ الجميع أن هذا الشاب يملك شيئا مختلفا: هدوء في العينين، لكن داخل الحلبة وحش لا يرحم خصومه. سنة 2016 دخل تيجاني بستاتي عالم الاحتراف عبر منظمة جلوري كيك بوكسينج، وهي أكبر منظمة كيك بوكسينج في العالم. واجه هناك مقاتلين من الطراز العالمي، ومع كل نزال كان يثبت أنه قادم ليبقى. في 2021 كتب اسمه بحروف من ذهب عندما أصبح أصغر بطل وزن خفيف في تاريخ الجلوري. أسلوبه المميز القائم على الذكاء التكتيكي وسرعة الكونتر جعله من أخطر المقاتلين على الإطلاق. بعد سنوات من السيطرة في عالم الكيك بوكسينج قرر بستاتي خوض تحدي جديد: الانتقال إلى الفنون القتالية المختلطة. قرار لم يكن سهلا لأنها تتطلب مهارات الجرابلينج والمصارعة إلى جانب الضربات، لكن تيجاني بستاتي معروف بروح التحدي، وبدأ تدريبات مكثفة على الجوجيتسو والمصارعة استعدادا لظهوره الأول داخل القفص. انتقاله إلى MMA فتح بابا جديدا أمام جماهيره الذين ينتظرون بشغف أول نزالاته في هذا المجال. من شاب حالم في صالة تدريب صغيرة إلى بطل عالمي في الجلوري، والآن مقاتل يستعد لغزو عالم MMA في أول نزال له في الفنون القتالية المختلطة. أول نزال لتيجاني سيكون ضد مقاتل برازيلي إيطاليو جوليو، يمتاز بخبرة قوية في القتال الأرضي وأساليب الجوجيتسو. البرازيليون معروفون بسيطرتهم في MMA، وهذا يجعل التحدي أصعب على بستاتي الذي سيعتمد على نقاط قوته الأساسية: الضربات الدقيقة، الدفاع الذكي، والسرعة في الكوانتر. هذا النزال لا يمثل مجرد بداية، بل نقطة تحول في مسيرة تيجاني بستاتي. الفوز في أول نزال MMA سيؤكد أن الأبطال الحقيقيين يمكنهم تألق في أي ساحة، أما الخسارة فستكون درسا وخبرة لبناء مشوار جديد في عالم مختلف كليا. البرازيلي يرقص ولا يعرف ماذا ينتظره من الأسد المغربي. النظارات الأخيرة التي ستحدد من ستكون له الكلمة العليا في هذا النزال: الخبرة ضد الشباب، البرازيلي المصارع ضد المغربي السترايكر.
بزتاتي للتربية والتعليم. ضربة لو كيك قوية تسقط البرازيلي أرضا، لكن سرعان ما تدارك الأمر ووقف بسرعة ليعيد ترتيب أوراقه ويهاجم بتسديد لكماته القوية. المغربي يحاول دائما ترك مسافة بينه وبين البرازيلي لاستغلال طوله، وفي نفس الوقت الحد من خطورة البرازيلي في الملاكمة والجوجيتسو. Break this distance, get close. Oh, there's the combination. If you're the Saudis corner, you're like. وهنا جاءت اللحظة التي سينهي فيها المغربي البرازيلي بطريقة مدهشة ليبدأ التيجاني برسم مستقبله في الفنون القتالية المختلطة بفوز بأول نزال له. فما رأيكم بأدائه في أول نزال؟ وهل ممكن مشاهدته يوما ما في منظمة قتالية مثل منظمة UFC؟ اتركوا لنا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديدنا إن شاء الله.